السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة الأخيرة الأسبوع ده من برنامج من مصر اللي أنا بستناكم فيه يوميا زي ما أنتوا بتنتظروني. أنا بنتظركم جدا. ما فيهاش فصال. البرنامج الساعة 9 بيخلص 11 إلا حاجات بسيطة جدا. لا هنفصل ليه؟ أصل الفصال ده طبع الناس اللي يعني معرفش، هو في تركيبة كده، في ناس تحب تفصل. في حد كده تقول له دي ب10 يقول لك لا 5. هو كده. مرة نزلت اشتري بدلة مع واحد صاحبي بيموت في الفصال. وصل صاحب المحل ان قال له والله العظيم لا تاخد البدله ببلاش. بدله ثمنها مثلا 500 جنيه عايز ياخدها ب 100 جنيه. هو كده. في ناس طبعها كده. الست تضرب الشبشب ب 175 قرش في رجليها وتنزل تقول للراجل بكام يا سيدي شروه الطماطم دي؟ يقول لها مثلا ب5 جنيه مثلا. تقول له ب75 قرش. كده اهو. على اي اساس هي حاطت الفصال؟ ما تعرفش. طب الرقم ده جابته منين؟ ما تعرفش. لكن يبدو ان الست اللي حاطه في رجليها شبشب ب 175 قرش مش هي الوحيده اللي بتعمل كده. لا، ده في ناس كمان كبيره قوي بتعمل كده. في ناس ماسكه مناصب بتعمل كده. في ناس على اعلى مستوى في مصر بتعمل كده. هو الفصال مذهب، عقيده عند بعض الناس انك تفاصل، على اعتبار ان اللي بيبيع لك ده حرامي وانت بالتالي انصح منه، وهي مباراه ذكاء. هم بياخدوها من المنطق ده. لكن في فئه يتفاصل معاها وفئه ما يتفاصلش معاها. يعني حضرتك لما بتروح لبتاع خضار تفاصل معاه، ده اذا كنت بتحب الفصال. اما اذا ما كنت بتروح لسوبر ماركت معروف مثلا مترو مش عارف ايه، ما تعرفش تفاصل مع الكاشير تقول له علبه الجبنه دي بكام او كيلو لبن ب9 جنيه خليه ب8. انت بتحترم مترو بس ما بتحترمش بتاع الخضار الصغير ده، وتعمل نفسك جدع او هي تعمل نفسها يعني شهمه قوي وذكيه جدا انها عرفت توفر 25 قرش في القصه. الفصال مبدا، عقيده، ما هوش حاجه كده مش اي حد يعملها يعني. مبدا كبير. في فئه تتفاصل معاها، المهندسين يتفاصل معاهم جدا. لكن الاطباء صعب. دكتور الفيزا بتاعته 250 جنيه مش هتقدر تقول له يا دكتور معلش خليها لنا 175 جنيه عشان بس احنا تعبانين. مفيش كده. دكتور بتدفع الفيزا تخش تكشف. قال لك هعمل لك لوز، ما تقولوش معلش يا دكتور احلق لي داني بس. هو بيعمل لك اللوز، هيعمل لك اللوز. لكن المهندس بتفاصل معاه. المهندس يقول لك هبني لك البيت ده او الشقه دي او اعمل لك كذا بكذا، تقول لا 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 كتير. ما تعرفش ليه فئه المهندسين غلابه قوي بيتفاصل معاهم. وزي ما قلت لك الست البسيطه بتفاصل، الراجل الموظف بيفاصل، ورئيس الدولة بيفاصل. أنا ما أعرفش ليه رؤساء الدول عندنا بيفاصلوا. مرة كنت أنا في معرض الكتاب سنة 2010 وكان في ماكيت لمتحف اسمه متحف الحضارة. متحف كبير جدا في عين السيرة، متحف عظيم، حاجة يعني معجزة يعني. المتحف ده بيعمله اليونسكو. اليونسكو بتصرف على المتحف ده، وكل 3 شهور بنسلمها مرحلة تيجي تكشف المرحلة تمام يدونا القرض أو الفلوس اللي باقية للمرحلة الثانية. هكذا كل مرحلة بنسلمها احنا في وزارة الثقافة أو في الحكومة لليونسكو، يسلمونا فلوس المرحلة اللي جاية. حسني مبارك كان واقف في المعرض بيتفرج هو على الماكيت بتاع المتحف ده، وفجأة فاروق حسني قال له المتحف بيعمل كذا، وقعد المهندس المحترم يشرح له. مهندس محترم بيشرح يعني. فالرئيس ما تعرفش نط عليه شيطان الفصال. قال له يخلص في قد ايه المتحف ده؟ قال له يا فندم يخلص في 24 شهر. واضحه. مهندس يونسكو 3 شهور يعني مراحل. قال له يخلص في قد ايه؟ قال له يخلص في 24 شهر. يا فندم سعادتك يخلص في 24 شهر. حسني مبارك فجأة كده قال له 16 شهر. كل الناس وجمت. فاروق حسني اتبلم. المهندسين الموجودين سكتوا. يا فندم هو 24 شهر، هو 16 شهر. والله بقى يعني يهديه مطرح ما هو قاعد في مستشفى المعادي كان عنده راس تيس، يعني كان لما يمسك في حاجه خلاص مسك فيها. 16 شهر. زكريا ده اللي هو زكريا عزمي. قال له ريوس جاي جري. قال له استلم المتحف ده في 16 شهر. طبعا فاروق حسني ما كانش يقدر يقول له بقيه الموضوع، انه اليونسكو بيستلم مننا الموضوع ده في كل 3 شهور بيستلم مرحله وبناء عليه المرحله اللي بعدها. ما ينفعش 16 شهر، هو لازم 24 شهر. ثم ان المهندسين يا سياده الرئيس العظماء اللي حطوا تصميم المتحف واللي بينشئوا المتحف واللي بينفذوا المتحف هم حاسبين الحسبه 24 شهر. حضرتك جبت منين ال 16 شهر؟ ما حدش طبعا قدر يقول له الكلام ده خالص. خرجنا من المعرض ده ومشي حسني مبارك، مشي معايا قياده كبيره في وزاره الثقافه. قلت 16 شهر ما تنفعش، 16 شهر ما تنفعش. بصيت له كده قلت له انت عارف انت بتفكرني بمين؟ قال لي بمين؟ قلت له بمحمود المليجي في فيلم الارض لما كان ماشي يقول 5 ايام ما تكفيش، 5 ايام ما تكفيش. قال لي انت بتهزر يا سي محمد، الراجل بيقول لك 16 شهر وانت تيجي تهزر لي. قلت له لا انا بس بسال سؤال، هو على اي اساس حسني مبارك حسب 16 شهر؟ قال لي ما اعرفش.
هل هو وحي نزل عليه 16 شهر؟ ما تعرفش. حسني مبارك راح وغارت ايامه في داهيه، انما جالنا السيسي عبد الفتاح السيسي النهارده كان بيفتتح مطار الغردقه، وفجاه نط عليه برضو تيس الفصال، نفس القصه. قال بيقول لهم البتاع ده يخلص في سنه ليه؟ 4 شهور. ويتكلف 400 مليون ليه؟ مش عارف يتكلف كام مليون. انا هوريكم الفيديو ده بعد شويه. السؤال بقى حاجه من اتنين، يا انت ناصح قوي يا فتاح، يا انت راجل برم قوي في المطارات واد حريف بقى انشاء مطارات، يا اما ان الشركه اللي انت جايبها حراميه ملهاش حل تالت. خليك معايا، ملهاش حل تالت. شركه محترمه بتبني مطار محترم، يعني دي مش عم بشوي المقاول ولا عم فتح الله، ده شركه بتنشئ مطار. الشركه دي بتقول المطار ده او الممر ده هيخلص في سنه، حضرتك جبت منين ال4 شهور؟ يبقى الشركه حراميه. لما بتقول لك هيتكلف 400 مليون، حضرتك جبت منين الرقم اللي انت قلته؟ يبقى ملاش فصال. انت يا اما عبقري مطارات وانشاء مطارات، يا اما ان الشركه اللي انت جايبها دي حراميه، شويه حراميه. لكن اللي انا شفته النهارده شفته سنه 2010، نفس طريقه حسني مبارك بالظبط. مهندس يتكلم يجي الرئيس قايل كلمه ثانيه، خلاص الكلمه الثانيه قطعت يعني كل حاجه. انا قلت 4 شهور يبقى 4 شهور، من سنه ل4 شهور جنان. طب خليها 8، طب خليهم 10. وبعدين ليه الفصال اصلا؟ ليه انت مستعجل قوي كده عن المطار يخلص؟ ليه مستعجل ان المطار اللي هياخد سنه يخلص في 4 شهور؟ ليه؟ ثم اللي هيعملوا لك في 4 شهور خلي بالك بقى هيعملوا لك وحش، يعني مؤكد انه هيخلص لك اي حاجه ويزينوا اي حته ويحطوا لك شجر وتفتتح انت مطار بايظ. انا مش قادر افهم ليه رؤساء مصر ناصحين قوي كده، وليه زيهم زي الست البسيطه اللي بتقول للراجل بكام شروه الطماطم دي. على كل حال ده حال عبد الفتاح السيسي، وده حال مصر اللي فيها بتاع البانجو بيتجوز بنت عقيد شرطه، لكن اللي بيصلي ويصوم بيصلي بالطريقه دي. هتشوف ناس بتصلي دلوقتي، وخلي بالك بيصلوا ازاي. في الوقت اللي فيه بانجو بيحط ايده في ايد واحد عقيد شرطه، سواء بقى كان عليه قضيه او ما عليش قضيه مش قصتي. في الوقت اللي فيه بانجو ده بتاع البانجو بيحط ايده في ايد عقيد شرطه والدوله كلها والمحافظ بيحضر فرحه، في الوقت ده في ناس بتصلي بالطريقه دي. لاحظ دول بيصلوا ازاي؟ بيصلوا وهم متكلبشين، شايف الكلبش في ايديهم؟ الناس دي واقفه تصلي، يعني الراجل اللي في النص ده ما رفعش ايده للتكبيره، لان ايده الاتنين متكلبشه زي ما حضرتك شايف كده. دول مجرمين سفله، لكن محمود بانجو راجل عظيم، راجل بيحضر المحافظ كاتب كتابه. ده حال مصر دلوقتي. فكرني بقصيده قالها الشاعر احمد مطر بحبها جدا، اسمها يحيى العدل. بيقول فيها حبسوه قبل ان يتهموه، عذبوه قبل ان يستجوبوه، اطفأوا سيجاره في مقلته، عرضوا بعض التصاوير عليه، قل لمن هذه الوجوه؟ قال لا ابصر، قسوا شفتيه، طلبوا منه اعترافا حول من قد جندوه، ولما عاجزوا ان ينطقوه شنقوه، بعد شهر برؤوه، ادركوا ان الفتى ليس هو المطلوب اصلا بل اخوه، ومضوا نحو الاخ الثاني، ولكن وجدوه ميتا من شده الحزن فلم يعتقلوه. دي العداله عندنا في مصر. اشوفك بعد الفاصل.